يلا نعمل السمبوسة دي. هي دي مش اول مرة انا اجرب السمبوسة، انا يمكن عملتها من سنتين قبل ما تبقى ترند على التيك توك بس كنت عاملاها وقتها بفراخ ستريبس اللي هي مقلية. بس المرة دي عملتها بفراخ زي اللي هو مشوية او جريلد، فكان طعمها اخف بكتير واحلى بكتير يعني. احنا هنا عندنا قطع فراخ بانيه، هنحط عليهم ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وندخل التتبيلة كده فيهم حلو. وبعد كده بقى هنشويهم بقى. نسخن طاسة حلو، الطاسة تكون على اعلى درجة حرارة، وبعد كده ننزل بالفراخ تاخد لون على الوشين، وبعد كده بقى نوطي درجة الحرارة خالص لحد ما تستوي، ونغطي عليها لحد ما تستوي. اهم حاجة وننزلها والطاسة سخنة علشان يعني ما تنزلش معانا مية، واللي هو تاخد صدمة كده في الاول حلوة يعني. وكل شوية نفتح عليها نفضل نقلب فيها لحد ما تستوي، مش هتاخد وقت يعني، بتاع 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي يعني. احنا اصلا مقطعين كده قطع الفراخ اصلا رفيعة، فمش هتاخد وقت. بعد كده بقى هنقطعها ونحط عليها جبنة موتزاريلا، وحطيت عليها مكعبين كده جبنة، مكعبين 3 جبنة كريمي. وبعد كده بقى هننزل بالرانش صوص، اي نوع رانش بقى عايزين تعملوه في البيت. انا عملته قبل كده مرة في البيت سهل، عايزين تجيبوه من بره اي نوع، بس ما يعني ايه، لو في عندك حد ما بيحبش الرانش او ما بيحبش طعمه قوي ما تكتروش من الصوص. بعد كده بقى هنلف السمبوسك عادي اللي هو اللفة العادية بتاعتنا. وانا هنا قفلتها بمية ودقيق صراحة يعني. الواحد في التقفيله اولد سكول شويه، انا مش عارفه حبيت التقفيله دي اكتر من التقفيله اللي هي اللي طالعه ترند دلوقتي، دي بتقفل حلو يعني. وبعد كده دخلتها الفرن، انا عمال سويتها في الفرن الصراحه، الفرن بتدي قرمشه حلوه للسمبوسه او بتبقى اخف. فلو عندك اير فراير طبعا، لو كده ما فيش اقلوها عادي. واسمعوا صوت القرمشه، هي ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش حاجة في الفرن. هي مثلا 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق تحت و10 دقايق فوق في الشواية، فما بتاخدش وقت، بس بتقرمش السمبوسة حلو الصراحة يعني اكتر من الزيت.